والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السبت 25 فبراير 2023. الحقيقة الليلة عايز أبدأ ترس الشمال. وترس الشمال المرة دي بدأ فعلا يجيب أكله وابتدى تظهر آثاره جلية على تصريحات المسؤولين المصريين. وأنا هستعرض بعض التصريحات بتاعت المسؤولين المصريين وهرد عليها واحد واحد. وهبدأ بالأخ المهندس إبراهيم العربي اللي هو رئيس اتحاد عام الغرف التجارية في مصر. الرجل قال تصريح مخيف بالنسبة لهم، لكن داري يخوفنا. قال ما يحدث في الشمال وقفل المعابر هو كارثة حقيقية على البلدين، على السودان ومصر. لا يا سيدي الباشمهندس، هي كارثة عليكم أنتم فقط، بالعكس نحن علينا رخاء، لأنه الحاجات اللي نحن وقفناها علشان تمشي من هنا أسعارها نزلت تلقائيا، فبقى رخاء بالنسبة للسودان. هي كارثة عليكم أنتم. وبعدين الرئيس برضو أعزى ترس الشمال لبعض الجهات السياسية في السودان، وبيعني بها أحزاب اليمين واليسار مجتمعة في إنه بعض المختلفين أيديولوجيا أو المختلفين مع نظام الحكم في الخرطوم بيحاولوا يصدروا المشاكل بتاعتهم للشمال لمصر. نحن ما بنصدر لكم أي حاجة، بالعكس انتوا اللي بتصدروا لنا مشاكلكم. انتوا قاعدين جعانين بتاكلوا حقنا وبتنبذونا. قلة أدب ما بعدها قلة أدب. حتى عشان الهلال غلب الأهلي ابتدأتوا تنبذونا. ولمعلوميتك يا سيد الباشمهندس، الهلال برضو غلب الكاميرون في القطن الكاميروني في الكاميرون 2-1، يعني بقى عندنا 6 نقاط. وبعدين بعده التهديد بتاع عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي اللي هدد فيها بأنه الجمهور السوداني كتير وحيدخل الملعب، وهدد بضربهم وأنه ما في حد حيخرج سليم ولا أي حاجة. وأنا من هنا كمان بقول لك يا سيد علاء، ما عارف مين عضو النادي الأهلي، عندك حوالي 4000 سواق في السودان قاعدين في الشمال. أي زول حيتجرح في مباراة الأهلي والهلال في القاهرة حنديك مقابله 2 سواقين في كفنهم من هنا. أعلم هذا وعلى مسؤوليتي. أنا بقول لك سواقينك القاعدين حسا الطعام بتاعهم انتهى وأدويتهم منتهى، ونحن مرحبين بهم ومضيفينهم، وبقوا يدخلوا ياكلوا في البيوت مع الناس. وفرنا للناس الأدوية بتاعت السكر والضغط وما عارف شنو، وفرنا لهم دواء كويس، وعايشين معانا سمنة على عسل. لكن كعادة المصريين كويس حيمشوا من هنا حينبذونا وحيقولوا ضربونا وعملونا وبتاع، وهم حسه قاعدين معززين مكرمين. لكن انا بنبهك يا سيد عضو النادي الاهلي انه اي مواطن سوداني حيتضرر هناك اي ضرر حتلقى المقابل بتاعه من سواقينك. وسواقينك طبعا اهم من المواطنين اللي عندك هناك، لانه دول كلهم رجال مخابرات. نحن لا بنعرف رجال مخابرات لا بنعرف رجال مخابطات. تهبش اي مواطن سوداني هناك ايها الحشره، هنا حنسلمك مواطن زيه بالضبط، بنفس الجروح بنفس اي حاجه حتعملها هناك نحن حنقابلها لك هنا بنفس الطريقه. لا بنعرف. المهم ده مصري قدامنا. السوداني هناك في السوداني عندك محترم معزز مكرم جاي يحضر مباراه يشجع فريقه، يا مرحب. قلت ادبك حنعاملك بنفس الطريقه، حننزل لمستواك الضحك، حننزل لمستواك المنحط ايها الشعب اللقيط. التصريح اللي بعده تصريح السيد وزير الداخليه المصري. وزير الداخليه المصري طبعا اليومين ديل بقى عندهم هاجس اسمه سد النهضه. قال اللي بيحصل في ترس الشمال ده باعاز من ابي احمد في اثيوبيا. نحن منتظرين ابي احمد انه يقول لنا اقفلوا ترس الشمال. نحن انتوا اللي بتسرقوا حقنا. ابي احمد ما قاعد يسرق حقنا بهناك. ابو احمد نحن سمنا على عسل معاه، بنغني له اثيوبيا يا اخت بلادي يا صديقه،
ونحن ما منتظرين زول يوجهنا، لانه في ترس الشمال ده الثوار ما تابعين للحكومه زيكم، انتم شعب كله حكومه. لكن القاعدين في ترس الشمال ديل يا سيد وزير الداخليه المصري، اللي المخدرات بتجيك من برا بتصدرها لنا بدل ما تعدمها، لا نحن حنوقف العربات بتاعتك، والعربات الجايه من عندك بعد ده حنفتشها، عجبك عجبك، ما عجبك في 60 داهيه، وعرباتك تجي شايله الاوراق بتاعت تحويل الدولار لبنك السودان.